لك في دي. هل دي كمان من الحاجات اللي ساعدته انه ياخد القرار؟ بص يا ايمن، انت كده 20/10. لا ماشي، احنا بنحلل الموقف بس. اولا حسام كان رافض ان مانويل جوزيه يزور الفريق في التدريب، صح، وعنده كل الحق. طبعا فوجئ بمانويل جوزيه داخل رايح ومصمم انه يروح التدريب. يا اخي شيء غريب يا اخي. شيء غريب. فالنهارده انا حاطط نفسي مكانه. مع كل هذه المشاعر، ما هو خلينا نتكلم نقول اللي لينا واللي علينا. نعم. مع كل هذه المشاعر اللي حسام عنده، وحسام خد بالك حساس قوي، لان انا حسام معاشره من 72 لحد ما بطلنا كوره لحد اليومين اللي فاتوا. نعم. حسام حساس جدا وواضح جدا وصريح جدا وما بيعرفش يلف ويدور. لما حسام يطلب كده من مانويل جوزيه يقول لهم يا جماعه ما تخلوش يجوا التدريب وهنتقابل بعد ما التدريب يخلص. ويجي مانويل جوزيه على التدريب ويخش ويقابل العيال، يجي على الماتش كمان، يروح مانويل جوزيه الماتش مع عضو مجلس الاداره ويقعد في المدرج يتفرج على الماتش. كل ده واحنا اتكلمنا في الموضوع ده وانتقدناه طبعا، وقلنا احنا الوحيدين الاستوديو الوحيد ياخد القرار. الاستوديو الوحيد يا كابتن مدحت اللي التوقيع بتاع حسام من شهر، من شهرين، من اسبوع، من اسبوعين كان يستطيع انه يقول له لا. بس الامور مش ماديه، عشان هي فيها جزء من الماده وفيها جزء نفسي، وفيها جزء كبير نفسي. لم يتعامل بالشكل الجيد من اداره النادي. ايه الجزء الكبير النفسي اللي احنا قلناه دلوقتي؟ زياره مدرب سابق. يعني هو راح الملعب في التدريب ونزل يسلم على اللعيبه؟ انا المعلومه دي بالنسبه لي جديده والله. طب ودخل على حسام قال له انت مش هتستقبلني؟ قال له لانه عارف ان حسام مش عايزه. فتح عليه الباب وقال له انت هتستقبلني ولا مش هتستقبلني؟ ده كلام موثق. بقول لك انا كلام، بقول لك كلام. لا اصل هو راجل قاعد في النادي الاهلي. كابتن انا ما بقولش كلام غير اما ابقى عارف انه كلام حصل. يعني دخل جوه الملعب ودخل على الكابتن حسام في الاوضه بتاعته وقال له انت مش هتستقبلني. ودخل على اللعيبه وسلم عليهم. لا هذا الامر لا يليق على انت في الوقت اللي حسام كان رافض ان اللعيبه بتركز والمفروض انها طبعا ده كلام دي تهزه قدام لعيبته. لانه ده كان المساعد بتاعه. النهارده انت محسس حسام اللي هو من دي اسرار خطيره اللي انت بتقولها، دي اسرار خطيره، اسرار خطيره. انا بقول لحضرتك كلام انا مسؤول عنه. واذا حسام البدري طلع نفى الكلام اللي انا بقوله ده يطلع ينفيه. انت واخد بال حضرتك؟ النهارده انت واحد ما 72 حسام في النادي الاهلي. ادى النادي الاهلي لعيب ناشئين، اداله لعيب درجه اولى، اداله مدرب، اداله مساعد مدرب، اداله مدير كوره، اداله مدرب صحيح عام، اداله مدير فني، واخد اسمه برضه من النادي الاهلي. مفيش شك طبعا، زي ما مانويل جوزيه اخد اسمه. هو مانويل جوزيه اخد اسم منين؟ مانويل جوزيه في البرتغال ما كانش اسم ولا حد بدليل انه اول ما جه كان ب $20,000. صحيح، اول ما جه مانويل جوزيه اول وبدليل لغايه النهارده قاعد في البرتغال ما فيش نادي يدور عليه. بالظبط. نعم. ما كانش انا كنت في البرتغال كان بيدرب فرق دوري ممتاز، لكن ما كانش بالمدرب الفذ، ما خدش بيهم دوري، ما خدش بيهم كاس. لا عادي، عمل اسم مع النادي الاهلي. نعم. يبقى فضل النادي الاهلي على مانويل جوزيه وعلى حسام البدري وعلى مجدي عبد الغني وعلى كل الناس. نعم. له فضل كبير جدا النادي الاهلي. بس انا ما حسسش بقى واحد انه صاحب النادي الاهلي او جزء كبير من النادي الاهلي واحد تاني يقول له لا ده انت مهمش. صحيح. لا صحيح. لا ما ينفعش. فدي نقطة في منتهى الأهمية. لا مش وضع طبيعي نفسي. كون انه يجيب له مانويل جوزيه. لا دي كلها مسببات، انا كلها غير انا بتكلم لو الاوضاع طبيعيه. انت برضه يا مجدي بتاخدني ان لو الاوضاع طبيعيه. لا لو الاوضاع طبيعيه ما يمشيش. الاوضاع طبيعيه مجدي، انا بتكلم الاوضاع الطبيعيه تخليك تمشي. ما هو الوضع مش اوضاع طبيعيه. طيب انا بقول انت تقدر تجزم بايه الحلقه المفقوده دلوقتي اللي في الموضوع؟ انا عارفها من ورا الكواليس. ما هو قال لك اهو، قال لك مانويل جوزيه. ما انا بقولها لك اهي. قال لك مانويل جوزيه. طب خليني خد ازيدك من البيت شعر. النهارده قبل كده عضو مجلس الاداره كان بيحارب حسام مع مجموعه من الجماهير. خالد مرتكي باختصار. لا مع مجموعه من الجماهير. اما يروح هو ويروح مع الماتش ويبقى في حاجه بتتعمل في الكواليس. لانه فطر قبل كده عنده في رمضان، وتاني يوم كان في اقاله لحسام وتركيب جوزيه. حصل قبل كده. طيب عايز اقول لك حاجه برضو. انت النهارده بتتكلم عن النادي الاهلي، جماهيريته وشعبيته وقيمته.